مساء الخير وحلقة جديدة في الكرة مع عاكف. طبعا ليلة مباراة الأهلي وبيراميدز وآخر استعدادات النادي الأهلي لمباراة بيراميدز والتشكيل المتوقع. وبرضو معانا أخبار نادي الزمالك، وطبعا الأحداث المشتعلة في الساعات الأخيرة ما بين نادي الزمالك ومجلس إدارة نادي الزمالك ومرتضى منصور. وشفنا برضو هجوم عمرو أديب على مرتضى منصور، هجوم كان قوي جدا جدا النهارده في برنامج عمرو اديب. نخش على طول الاول في النادي الاهلي. كل اللعيبه جاهزه طبعا باستثناء امام عاشور بره. وطبعا امام عاشور كان بيحاول بكل قوه ان هو يتم الاستعانه به بجزء من المباراه، ولكن الجهاز الفني والجهاز الطبي فضل ان هو يريح امام عاشور وان هو ما يلعبش المباراه بتاعه بيراميدز، لان هيكون فيها احتكاكات قويه وممكن تتجدد الاصابه تاني. تشكيل متوقع بنسبه كبيره الشناوي هيبتدي في حراسه المرمى، وكريم فؤاد ومحمد هاني ناحيه اليمين، واشرف داري وبيكهام في خط الدفاع. طبعا هيحصل تثبيت في خط الدفاع باستثناء رجوع محمد هاني مكان عمر كمال، اللي انا بصراحه مستغرب ان في ناس كتيره عامله هجوم كبير على عمر كمال. حتى المدير الفني نفسه انتقده بعد المباراه بينه يعني في اوضه اللبس. ما ينفعش ان انا اقعد لعيب فتره طويله جدا وفي النهايه انزله في مباراه واطلب منه انه يعمل كل حاجه في الكوره. دي حاجه طبعا مش موجوده في اي حاجه، ولا حتى لو انت بتلعب كوره مع اصدقائك. لو قعدت سنه سنتين حتى بتلعب كوره في الشارع، قعدت 3 سنين ما تلعبش كوره ونزلت فجاه كده تلعب كوره، اكيد مستواك مش هيبقى زي ما كنت انت بتلعب مثلا من سنتين، او ما كنت انت في استمرار. لما تقعد تلعب وتبقى فت هتلاقي مستواك بيعلى. ومش معنى ان هو بيتمرن يبقى كده هو كده خلاص لازم ينزل في اي وقت يبقى متألق. لا طبعا اللياقه البدنيه بتاعت المباريات بتختلف عن التدريبات. دي اول حاجه. فالتشكيل بنسبه كبيره معروف، وديانج طبعا في نص الملعب، ومحمد علي بن رمضان وزيزو وتريزيجيه واشرف بن شرقي ومحمد شريف بنسبه كبيره هو اللي هيبتدي المباراه بكره. في ناس مستغرب. طبعا انا قلت لكم طبعا ان ريبيرو مصيره مش مرتبط بمباراه بيراميدز، وان النادي الاهلي هيستنى لنهايه التوقف الكبير قبل كاس افريقيا ان شاء الله اللي هتشارك فيه منتخب مصر. ولكن مستغرب من هرجع تصريح كابتن محمد عماره. مستغرب ان الكابتن محمد عماره عامل هجوم على زيزو مع مهيب عبد الهادي قوي جدا 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 وغير مبرر، وبيقول ان لحد دلوقتي زيزو ما قدمش حاجه مع النادي الاهلي وزيزو يعتبر ما جاش الاهلي. طب يا كابتن محمد، وبيقول في نفس الوقت انا مش عايز اكون قاسي على زيزو لان لسه اول موسم مع الاهلي والكلام ده. طب لو انت كده مش قاسي، اما لما تبقى قاسي هتعمل ايه؟ وهل زيزو مستواه مش افضل من الاجنحه الثانيه اللي موجوده في النادي الاهلي حاليا؟ يعني شوف كام جناح لاعب في النادي الاهلي: زيزو، اشرف بن شرقي، تريزيجيه، طاهر، محمد طاهر، حسين الشحات لعب شويه. طبعا انا مش هظلم حسين الشحات لانه ما خدش وقت كبير، خد وقت قصير. ولكن زيزو يعتبر كان اكتر لاعب مؤثر في المنطقه الهجوميه كلها في ال3 مباريات. ماتش المحله ممكن يكون مستواه ما كانش مستوى زيزو الطبيعي، ولكن ده عادي، اي لاعب بيحصل له دروب في اي مباراه. فاذا انت يا كابتن محمد كنت قاسي جدا على زيزو، وما اعرفش ايه المشكله، لان دي مش اول مره انت تنتقد زيزو. حتى انتقدت موضوع اوضه اللبس قبل الموسم ما يبتدي وقلت لازم ان زيزو يتباع قبل الموسم. فاذا انت في حاجه ما بينك وما بين زيزو انا مش عارفها طبعا الكابتن محمد عماره. فاتمنى ان انت تراجع رايك، وانت لو انت بقى بتتكلم كلام فني يبقى كان من الاولى ان انت بقى تنتقد تريزيجيه او طاهر محمد طاهر او اي لاعب تاني في النادي الاهلي ان هو مش في مستواه. اذا كان انت بتنتقد زيزو جاب هدفين وعمل 2 اسيست في 3 مباريات في الدوري، بالنسبه لتريزيجيه ولا جاب ولا هدف ولا عمل اسيست. فاذا انت مش شايف، يعني انت شايف كل الحمل على زيزو وكل المسؤوليه على زيزو، وتريزيجيه مثلا اللي لسه مستواه. طبعا تريزيجيه لعيب كبير، وانا اعتقد ان تريزيجيه مع الوقت
هتلاقيه اهم لاعب ومن اهم اللاعبين في النادي الاهلي، ولكن هو لحد دلوقتي مستواه ما رجعش. تريزيجيه اللي احنا عارفينه، وكل ده بسبب ضربه الجزاء اللي طبعا اللي قضاها. هو لغايه دلوقتي حاسس بالمسؤوليه وبيشيل نفسه المسؤوليه، طبعا خساره النادي الاهلي في كاس العالم للانديه، وشايف انه لو كان النادي الاهلي كسب الماتش ده كان هيتقدم في البطوله وما كانش هيوصل للمرحله دي. فاتمنى من تريزيجيه حتى ان هو يراجع نفسه ويتخلص من الضغوط اللي عليه، والعب بحريتك والعب بادائك. وانا اعتقد ان ممكن مباراه بيراميدز تبقى انطلاقه تريزيجيه الحقيقيه لو ركز وشال الضغوط اللي حواليه، وان هو مش عايز يعني العب مع الفريق. ما تحاولش تثبت ان انت ممكن تعمل كل حاجه في الكوره. لكن انا في رايي في الجزء الهجومي ده كله زيزو كان يعتبر افضل لاعب في الثلاث مباريات الاولى بالنسبه لفريق النادي الاهلي. هنروح بقى هنشوف طبعا المباراه بكره ان شاء الله، وهنحلل الاداء وهنحلل النتيجه والاداء وكل حاجه وخطط بتاعه المدربين الفنيين. هنروح لنادي الزمالك. طبعا هجوم على مرتضى منصور ضاري جدا من عشاق نادي الزمالك. عمرو اديب طبعا عمل هجوم قوي جدا جدا على مرتضى منصور، واعتقد ان مرتضى منصور هيرد على عمرو اديب لانه هاجمه بشكل قوي جدا. في بعض من جمهور نادي الزمالك والمنتمين لنادي الزمالك برضو هاجموا مرتضى منصور لانه هو اللي قدم البلاغ علشان سحب الارض، وده اللي بيثبت طبعا كل الجهل والتعصب اللي كان فيه ناس بتطلع تقول لك ان الدوله بتحارب نادي الزمالك وان الدوله خدت الارض. وطلع في النهايه ان او الناس او من داخل نادي الزمالك هم اللي بيرفعوا القضايا وهم اللي بيقدموا البلاغات، يعني حتى مش ناس بتنتمي للنادي الاهلي. فاذا اكيد مرتضى منصور هيرد. مرتضى منصور اعتقد ان هو خسر كتير من جمهور نادي الزمالك، حتى اللي كان بيتعاطف معاه او بيحبه اكيد خسروا بعد البلاغ اللي هو قدمه في نادي الزمالك وفي ارض المخالفات اللي في ارض نادي الزمالك. واعتقد ان الارض دي لو ما رجعتش جمهور النادي الزمالك هيصب غضبه بشكل كبير على مرتضى منصور. ولكن زي ما بقول لك عمرو اديب طبعا هاجم مرتضى منصور بشكل قوي جدا، واتهموا ان هو سبب الخراب اللي موجود في نادي الزمالك على مدار 12 سنه كان ماسك فيهم مرتضى منصور. انا بصراحه اتكلمت في موضوع الارض ده قبل كده من زمان من فتره، وقلت ان مجلس الاداره كان بيخاطر ان هو بيصرف فلوس الصفقات على اللعيبه والكلام ده كله. ده اللي قاله شيكابالا. في ناس هجمتنا ولكن شيكابالا نفسه طلع قال الكلام ده، ومرتضى منصور قدم بلاغ علشان يتسحب. طبعا لما بيكون انت ليك مصلحه شخصيه، في ناس بتقدم مصلحتها الشخصيه على مصلحه النادي اللي هي بتنتمي فيه، علشان كده الغضب الزملكاوي اللي حصل على مرتضى منصور. ولكن فريق نادي الزمالك اللي عاجبني في جون ادوارد ان هو باعد فريق نادي الزمالك عن المشاكل دي ومشاكل الارض والكلام ده كله، وقافل عليهم كويس علشان يقدروا يكملوا مشوارهم في الدوري. فاعتقد ان تجربه جون ادوارد لغايه دلوقتي مع نادي الزمالك تعتبر شبه تجربه ناجحه. ولكن احنا طبعا هنحكم في نهايه الموسم ومش هنحكم دلوقتي، وهنقول لكم طبعا راينا في التجربه سواء في المدير الفني للنادي الاهلي وفريق نادي الزمالك او المدير الفني للنادي الاهلي وتجربه المدير الفني للنادي الاهلي. ولكن انا اعتقد ان النادي الزمالك محتاج بعض التدعيمات في يناير لو فعلا عايز يكمل المنافسه لغايه النهايه. لازم يعمل تدعيمات في بعض المراكز اللي انا بشوف فيها نقص، خصوصا مركز الديفندر، خصوصا ان المدير الفني مش مقتنع بشحاته في مركز 6، ومقتنع ان شحاته ممكن يلعب مكان عبد الله السعيد او ناصر ماهر. فدي كانت معظم الاخبار اللي معانا. في حاجه اخيره ارد فيها على عمرو الدردير كان معاه بالخطيب. مش هرد على كلام كتير كان بيقوله وبيرجع يكرره وبيرجع يقوله، هو موضوع مش عارف كاس العالم والاهلي حصلت المجموعه والكلام اللي هو بيقعد يهرتل بيه في البرامج بتاعته. ولكن اتكلم عن نقطه، هو بيقول ان احنا ما شفناش موضوع ان الانديه تعمل عقد، عشان عقد مثلا زيزو مع النادي الاهلي ب 20 مليون في اتحاد الكوره وفي عقد تاني من شركه الكوره. طبعا ايهاب الخطيب رد عليه، ولكن
مع احترامي طبعًا لإيهاب الخطيب، ولكن ما عرفش يرد عليه الرد المضبوط، وقال له إن في أندية بتعمل كده في العالم، عمرو الدرديري قال له اذكر أمثلة، وإيهاب الخطيب ما قدرش إن هو، أو إن هو قال له لأ في أندية كتير في العالم، وده حقيقي لأن باريس سان جيرمان بيعمل كده، برشلونة بيعمل كده، ومشكلة ميسي اللي كانت حصلت كان العقد بتاعه تقريبًا مكتوب 20.000.000 أو 25.000.000، وهو كان بياخد في الحقيقة نص مليار دولار من برشلونة، وهي دي اللي عملت المشكلة ساعة لما اضطروا إن هم يسيبوا ميسي في النهاية. وباريس سان جيرمان لو ما كانش بيعمل كده عقود تانية من بره، ما كانش هيقدر يكمل في الدوري الفرنسي او في بطولات اوروبا، لان كان هيحصل اكيد مشاكل عليه من اللعب المالي النظيف. النادي الاهلي عنده شركه كوره، وعنده العقود بتاعه النادي، فهو بيعمل عقود مع اللاعب مثلا مع زيزو ب 20 مليون او ب 25 مليون، ده العقد الرسمي. شركه الكوره بتعمل عقود تانية من بره ليها علاقه بقى بالاعلانات وبكل الكلام ده. فعلشان كده يا عمرو بقول لك ان مش النادي الاهلي الوحيد اللي بيعملها، وفي انديه حتى الزمالك بيعمل كده في عقود مع لعيبه علشان يجيب عقود من بره، زي ما حصل مع زيزو وهاني بيرزي لما عمل له عقود اعلانات من بره. استنونا ان شاء الله بعد المباراه بكره الاهلي وبيراميدز، واستنونا في حلقه جديده واخر التغطيات في الكوره معاك.